بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اصدقائي المشاهدين وحلقه جديده مع ميديا سبورت. النهارده لجنه التظلمات في اصدرت قراراتها بالنسبه لمباراه الاهلي مع نادي المصري البورسعيدي، المباراه اللي كانت في اول فبراير، وخرجت بمجموعه من القرارات. اللجنه انعقدت في مقر اتحاد الكره النهارده الثلاث 24 ابريل برئاسه المستشار حازم بدوي رئيس اللجنه، بحضور السادة المستشارين خالد المسلمي نائب الرئيس، وإبراهيم فؤاد، وأحمد الجيوشي، وخالد فتح الباب، وأدهم أبو ذكري، والأعضاء والسيد عبد الله فكري أحمد مقرر اللجنة. كانت القرارات كالتالي. طبعا كل دي الحيثيات بتاعت الحكم، يعني حيثيات الحكم، لكن ما يهمنا هو القرارات. قرارات اللجنة بإجماع الآراء بقبول تظلمي نادي المصري والأهلي شكلا وفي الموضوع، بإلغاء قرار اللجنة التنفيذية لتسيير أعمال اتحاد الكرة الصادر بتاريخ 31/3 كالآتي: 1. حرمان النادي الأهلي من اللعب بجمهوره مباراة رسمية واحدة وتغريبه مبلغ وقدره 60,000 جنيه. يعني أول قرار النادي الأهلي كان في قرارات اللجنة اللي بتسير الأعمال في اتحاد الكرة، قالوا حرمان الأهلي من جمهوره 4 مباريات، لكن لجنة التظلمات قالت مباراة واحدة فقط وتغريمه 60,000 جنيه. 2. إيقاف مانويل جوزيه المدير الفني للنادي الأهلي 4 مباريات رسمية وتغريمه 5,000 جنيه مع تحذيره بمضاعفة هذه العقوبة في حالة تكرار المخالفة. إذن إن عقوبة مانويل جوزيه كما هي 4 مباريات. 3. إيقاف حسام غالي لاعب النادي الأهلي 6 مباريات رسمية وتغريمه 10,000 جنيه مع تحذيره بمضاعفة هذه العقوبة في حالة تكرار المخالفة. حسام غالي كان 4 مباريات بقى 6، كان إيقافه 4 مباريات بقى 6 بجانب تغريمه 10,000 جنيه. 4. إيقاف السيد عماد المندوه مدرب حراس المرمى النادي المصري مباراتين رسميتين مع تحذيره بمضاعفة هذه العقوبة في حالة تكرار المخالفة. 5. حرمان الفريق الأول للنادي المصري من المشاركة في أنشطة الاتحاد المصري لكرة القدم لمدة سنة واحدة بدءا من الموسم الرياضي 2012-2013 مع هبوط الفريق إلى دوري القسم الثاني، ويحق لها المشاركة فيه بداية من الموسم الرياضي 2013-2014 بعد تنفيذ العقوبة الأولى، وحرمانه من اللعب بجمهوره في الموسم الأخير في المباريات سواء تلك المقامة على ملعبه أو ملعب الخصم. إذن أول عقوبة على النادي المصري، أول سنة ايقاف النشاط، يعني مفيش نشاط في النادي المصري او مفيش مشاركه في اي انشطه خاصه باتحاد الكره الموسم القادم اللي هو 2012-2013 اللي هو المفروض يبدا في شهر 8 باذن الله تعالى. يبقى دي اول عقوبه. السنه الثانيه ما يلعب في الدرجه الثانيه اللي هو بقى يبقى موسم 2013-2014 يلعب في دوري الدرجه الثانيه مع حرمانه باللعب بجمهوره سواء على ملعبه او بره. ممنوع جمهور المصري بره او جوه. يبقى اذا ان اول عقوبه للنادي المصري اول موسم مفيش نشاط خالص ولا مشاركه في اي بطولات، اللي هو الموسم اللي جاي اللي يبدا من شهر 8، مش زي ما اخواننا عملوها وحسبوا الموسم اللي كله متجمد في موسم. لا، من الموسم اللي جاي اللي هو هيبدا في شهر 8 ان شاء الله المصري مفيش اي نشاط خالص، لا تانية ولا تالتة ولا اولى ولا حاجه خالص. موسم 2013-2014 يبدا من الدرجه الثانيه، ولعبه في الدرجة الثانية يكون بلا جمهور سواء في بورسعيد أو بره. 6. حظر اللعب على استاد بورسعيد لمدة 4 سنوات تبدأ من اليوم. استاد بورسعيد يتوقف من 24/4/2012 ل 24/4/2016، 4 سنوات ممنوع اللعب على استاد بورسعيد نهائي. 7. إقامة ال4 مواجهات القادمة بين فريقي الأهلي والمصري بدون جمهور وعلى ملعب محايد يبعد بأكثر من 200 كيلو متر عن محافظتي القاهرة وبورسعيد. مباريات الأهلي والمصري دون جمهور، مفيش جمهور لمدة 4 مواجهات بين الفريقين. إحالة الحكم الدولي فهيم عمر إلى لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم لإجراء التحقيق اللازم معه بشأن الوقائع التي وردت بأسباب هذا القرار وتوقيع العقوبة المناسبة عليه. يعني ده المهم، يعني إحالة الكابتن فهيم عمر
إلى لجنة الحكام الرئيسية لإجراء التحقيق معه بشأن الوقائع التي وردت بأسباب هذا القرار. بهذه هي القرارات الثمانية اللي خرجت بها لجنة التظلمات في الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المستشار حازم بدوي. إذن إن بعد ما شفنا هذه القرارات كان هناك ردة فعل من النادي الأهلي. اللواء محمود علام مدير عام النادي الأهلي قال في تعقيبه على عقوبات لجنة التظلمات باتحاد الكرة أن إدارة النادي لن تعلق في الوقت الحالي على هذه العقوبات لحين وصول القرارات بصفة رسمية من لجنة التظلمات، ومن ثم عرضها على مجلس الإدارة في اجتماع القادم لاتخاذ ما يراه مناسبا للحفاظ على حقوق النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي. من غير ما نستنى ردة فعل النادي المصري طبيعي هيلجأ للجنة التظلمات في الاتحاد الدولي، وبالتالي من ثم لازم النادي الأهلي على طول هيتجه فورا هو الآخر للجنة التظلمات في الاتحاد الدولي، لأن زي ما قال لنا أو زي ما عرفنا قبل كده إن لجنة التظلمات لو لقت طرف واحد فقط هو اللي متظلم يتثبت العقوبة يتخففها، لكن لما يكون هناك طرفين بتبقى قضية وتاخد وقتها ويبقى فيها مرافعات والكلام ده كله لغاية ما تصدر فيها قرارات. لكن قرارات النهاردة يعني إلى حد ما قرارات فيها قوة، قرارات فيها قوة، مش قرارات مرتعشة، مش قرارات خايفة، مش قرارات ناس اتملت عليها، لا، دي ناس درست وشافت وخدت القرار الى حد ما زي ما بقول لكم خدوا قرار بقلب، مش مرتعشين، ما وزنوش، ما ظبطوش المسائل. طب ما تراضي ده وتراضي ده، ما احنا زي ما زعلنا ده نزعل ده شويه، لا، يعني شوف القصه مختلفه. برغم انه في عقوبات تغلظت على النادي الاهلي زي عقوبه غالي كانت 4 مباريات بقت 6، مستر مانويل ثبتت زي ما هي بقت 4 مباريات. على الجانب الاخر مش كمان لما اتخذت عقوبات اتخذت من الموسم اللي جاي، لان الموسم ده كله متجمد، كله ما بيلعبش، يبقى ازاي تحسب لي الموسم ده وتطلع وتضحك عليا وتديني قرارات وهميه وتضحك عليا وتبين لي ان انت 3 سنين 2 سنين وهم في الاخر هتلاقيهم سنه وسنه، يعني في الاخر لو تفتكروا سنه وسنه، لكن هم حطوا الفاظ دون اساس يعني ايه ينيموا الناس. ولكن للاسف شديد كانت قرارات مش عايز اسميها قرارات، كانت توازنات او املاءات عليهم، مش عايز اسميها قرارات يعني لانها ليست لم تكن قرارات. اما المره دي في لجنه التظلمات واضح ان في قرار شاف مستندات هنا وهنا، النادي المصري قدم، النادي الاهلي قدم، ناس مستشارين، ناس اقوياء قدروا ياخدوا قراراتهم اللي شافوها او كما طرأت ليهم، وده نحترمه ونقدره جدا. المهم انك تكون صاحب قرار، مش تكون خايف وتوازن. طيب كان موجود في الاتحاد الكرة النهارده اثناء صدور هذه القرارات مراسلنا محمد سعيد. محمد السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته، اهلا بك زميلي محمد واهلا بكل متابعي قناه الاهلي في كل مكان. محمد كنت موجود النهارده اثناء صدور هذه القرارات في لجنه التظلمات في اتحاد الكرة؟ كنا بالفعل موجودين، وكنا موجودين في اتحاد الكرة من الساعه 12 ظهرا. عايز اقول لك الاجتماع لجنه التظلمات بدا في حدود الساعه 10 ظهرا برئاسه المستشار حازم بدوي رئيس اللجنه، وحضور الساده المستشارين خالد المسلمي نائب الرئيس وابراهيم فؤاد واحمد الجيوشي وخالد فتحي الباب وادهم ابو ذكري اعضاء لجنه التظلمات. في البدايه عايز اؤكد لك ان اتحاد الكرة النهارده واعضاء لجنته التنفيذيه لم يكن يعلموا ان اليوم اجتماع لجنه التظلمات، ولم يكن يتخيلوا ان اليوم سينشر قرارات من لجنه التظلمات. وهذا ما لمسناه اليوم واحنا في اتحاد الكرة، حاولنا نستفسر من المسؤولين في اتحاد الكرة عن هذا الاجتماع، لم يرد لنا اي اخطار باي شيء خالص، وقالوا لنا ان مفيش اي قرارات النهارده. فطلبنا منهم ان هم ياكدوا لنا بس ان هم يدخلوا للمستشار حازم بدوي يتاكد من المعلومه دي، خاصه ان امبارح كان في اتصالات مع رئيس اللجنه لوسائل الاعلام للتاكد من هذا الامر، فاكد ان غدا الثلاثاء سيكون اعلان قرارات مباراه المصري والاهلي والحضور لكل وسائل الاعلام متاح ومفيش اي منع خالص. وبالفعل الكابتن عاصم جايد بلغنا ان المستشار حازم بدوي قال النهارده ان في قرارات خاصه بالمباراه، وطلب ان كل وسائل الاعلام تكون حاضره، ودخل الكاميرات والمايكات وكله استعد لإلقاء البيان الخاص بلجنة التظلمات والقرارات ليصدر القرار في النور وفي حضور كل وسائل الإعلام. ويمكن أعتقد الشريط دلوقتي في الطريق ليك، المستشار حازم بدوي بيتلو قرارات لجنة التظلمات والحيثيات. عايز أقول لك في كواليس القرار، يمكن احنا استطعت أحصل على بعض الحيثيات اللي صدرت النهارده في القرار.
يمكن النادي المصري كان طالب ان تجميد النشاط يتم ايقافه، ان ده بيتعارض مع اهداف الفيفا، وطلب الغاء قرار اللجنه التنفيذيه والاكتفاء بنقل مباريات خارج الملعب وبدون جمهور لمده سنه او سنتين. الاهلي في تظلمه قال ان المصري تعمد التقصير بتفتيش الجماهير، والقرار لم يصدر من لجنه الانضباط ولجنه المسابقات لكنه صدر من اللجنه التنفيذيه. والاهلي قال ان عقوبه جماهيره لابد ان تكون مباراه واحده وبدون جمهور طبقا لنفس الماده 65 من لائحه الانضباط الدولي والماده 41 من لائحه اتحاد الكوره. المستشار حسين حلمي المستشار القانوني لاتحاد الكوره كان دفع بعدم قبول تظلم الاهلي والمصري شكلا لحصوله بعد الميعاد، لكن طبعا ده كان دفع غير صحيح ولجنه التظلمات لا تنظر اليه. برضه الغريب في الوضع ان المستشار القانوني لاتحاد الكوره كان طلب بعدم وجود صفه للنادي الاهلي في التظلم، وقال ان ما ينفعش النادي الاهلي يتظلم على عقوبه النادي المصري، لكن طبعا النادي الاهلي رد بحضور طبعا المحامي حلمي عبد الرازق والاستاذ العمري فاروق، قالوا بالعكس النادي الاهلي من اكبر المتضررين، مات له 72 شهيد، بالاضافه لكده كمان تسببت هذه المباراه في ايقاف النشاط الكروي، والاهلي يمكن اكبر الانديه خسائر ماديه بسبب توقف هذا النشاط، فالاهلي اصلا ذو صفه ورقم واحد في تلك القضيه، ولازم ان يرفض تظلم، يرفض عقوبات النادي المصري. يمكن في مفاجاه القرارات والاجتماعات اللي تمت على مدار الايام الماضيه، مراقب المباراه الاستاذ محمد بخيت قال ان هو نزل بين الشوطين وراح للكابتن فهيم عمر قدس الحكام وقال له بيحصل ان في جماهير نزلت بين الشوطين وان لازم تلغي المباراه، لكن حكم المباراه ما سمعلوش ولم يتخذ قرار ازاء ذلك، وان حكم المباراه كان ممكن ليه ان هو يستعمل السلطه بالغاء المباراه لكنه لم يلغي. نفس الامر تكرر مع المراقب الاخر عبد البديع حماده واكد كلام محمد بخيت. تظلمات قالت ان قرارات اللجنه التنفيذيه اصابها التناقض والعوار. يمكن في حوار مع الاستاذ حازم بدوي المستشار النهارده رئيس اللجنه قال ان الاهلي في تعديل عقوبته طلب ان تتعدل طبقا لنفس الماده 2 للتعديل الوارد على شوط المسابقه بتاريخ 15/12 اللي فات، وبالتالي عقوبه الاهلي بدل من 4 ماتشات بقت مباراه واحده، بالاضافه ل 60,000 جنيه غرامه، 50,000 على اللافتات و10,000 على اشعال الشماريخ. وعقوبه عماد المندوب تم الاخذ بها من خلال السيديهات التي تقدم بها النادي الاهلي واثبتت ادانه بعض المسؤولين. بالاضافه لكده كمان عايز اضيف لك ان لجنه التظلمات النهارده طلعت جزئيه خطيره جدا في القرارات بتاعتها، قال ان ثبت لجنه التظلمات ان حكم المباراه فهيم عمر قد ارتكب العديد من المخالفات الجسيمه بالمخالفه لقواعد الفيفا، وكان من شان قبضته الرخوه واداء المتعالي تسهيل وقوع تلك الماساه التي نحن بصددها، لكن احتراما من اللجنه للقواعد المنصوص عليها في لائحه الحكام رغم تحفظنا الشديد عليها نرى احاله امر هذا الحكم للجنه الحكام. ده كلام على فكره محترم جدا، لان الحكم زي القاضي ما ينفعش ان انت تظهر عقوبته، ده كلام انا شايف ان ده كلام محترم جدا. يعني حتى محمد في حيثيات الحكم في ثبت للجنه بيقين أن حكم المباراة فهيم عمر قد ارتكب العديد من المخالفات الجسيمة تمثلت في السماح بتواجد الجمهور داخل مضمار الملعب قبل وأثناء المباراة، ولم يصر على إخلاء الملعب، كما سمح باللعب في أجواء عدائية بالمخالفة لقواعد الفيفا، ولم يلتفت إلى السباب الجماعي من الجمهور طوال زمن المباراة أو بكثرة اللافتات المسيئة بأرجاء الملعب وإلقاء الحجارة والأجسام الصلبة والزجاجات على أرضية الملعب وعلى مساعديه والأجهزة الفنية واللاعبين، أو حتى لنزول الجمهور لأرض الملعب عقب كل هدف. لم يتخذ موقفا حازما تجاه كل هذه الوقائع، مع أن أي منها كان كافيا لاتخاذ قرار بإلغاء المباراة حفاظا على حياة وسلامة اللاعبين والجمهور، وكان من شأن قبضته الرخوة وأدائه المتعالي تسهيل وقوع المأساة التي نحن بصددها، إلا أنه احتراما من اللجنة للقواعد المنصوص عليها في لائحة الحكام ورغم تحفظها الشديد عليها، نرى إحالة أمر الحكم إلى لجنة الحكام لإجراء التحقيق اللازم معه وتوقيع العقوبة المناسبة عليه. ده أنا بقرأ لكم حيثيات الحكم طبقا لما جاءت في تقرير السادة المستشارين. وعلى فكرة الكلام ده كلام أنا شايف أنه كلام محترم يا محمد، أن عقوبة الحكم ما ينفعش تبقى على الملأ، لأن الحكم زي القاضي بالظبط. بالإضافة كده كمان لجنة التظلمات قالت للجميع النهارده ولكل وسائل الإعلام ان احنا هنعمل لوائح خاصه ونعمل تعديلات جذريه في لوائح المسابقات والحكام لاعاده الكره المصريه لمسارها الصحيح واستعاده طبعا شكل الكره المصريه، خاصه ان اللوائح فيها عوار كتير جدا والتظلمات لقت ازمات كتيره جدا قبل توقيع القرارات. يمكن علمت ان معظم القرارات اللي صدرت النهارده كان غالبها من لوائح الانضباط الخاصه بالاتحاد الدولي لكره القدم، لان هم لقوا فيه حاجات متناقضه كتيره جدا في لوائح المسابقات ولائحه الانضباط اللي في اتحاد الكوره اللي ملهاش لجنه توقع العقوبات بخصوصها. بالاضافه لكده كمان يمكن اكدوا لنا المستشارين القانونيين النهارده للجنه التظلمات ان لا يجوز لاي من الاطراف الطعن على هذا القرار داخل اتحاد الكره المصري، ان لجنه التظلمات هي اعلى جهه قضائيه داخل الاتحاد المصري، وان اي فرد يعني يرفض هذا القرار او يريد ان الطعن عليه ان يتجه الى المحكمه الرياضيه الدوليه للطعن على هذا التظلم. ده كلام مظبوط 100%. واعتقد يا محمد يعني
بغض النظر عن سواء هذه العقوبات كتكون مرضيه للنادي الاهلي ولجماهير النادي الاهلي، او سواء ستكون محزنه للمصري ولجماهير النادي المصري، ولكن تحس وانت بتقرا ان هناك قرارات، هناك ناس مستشارين على اعلى مستوى خدوا قرارات، مش ناس خايفه ومهتزه ومرعوبه وبتوازن ومرتعشه والكلام ده كله، لا، ناس درست وخدت قرارات، مش ضحكت علينا بقرارات زي اخواننا ما كانوا طالعين بيضحكوا علينا في يوم 31/3 لما طلعوا في الخفاء يوم الجمعه بالليل وطلعوا علينا بالقرارات اللي طلعوها دي. لا، هي بالفعل قرارات في النور، بس احنا كنا حاولنا طبعا نوجه بعض الاسئله للمستشار حازم بدوي ورئيس اللجنه، لكنه طبعا رفض، وكان طلب بس ان الكاميرات تكون موجوده عشان يتلوا عليها القرارات بشكل رسمي من خلال محضر الاجتماع النهارده، لكنه رفض طبعا، وهو اعضاء لجنته ان اي سؤال يستفسر من لجنه. طبعا اصل احكام القضاء ما ينفعش ان انت تقول طب اشمعنى دي ودي لا ودي ليه، وتقعد تناقش في قرارات احكام القضاء لا تناقش يعني. بالظبط كده. يمكن الكابتن عزمي مجاد النهارده كان متعاون معانا وسهل دخول الكاميرات وان هي تسجل المؤتمر لرئيس اللجنه بشكل مميز جدا، والنهارده كان حضور مميز للجميع بالتاكيد، واللجنه كمان يمكن وضحت كل شيء بالماده وبالقانون وباللائحه، واعتقد كمان ان قراراتها يعني ارضت بعض الجماهير. يمكن حتى احنا عند اتحاد الكره النهارده كانت في وقفه، عايز اقول لك كمان كانت وقفه غريبه من بعض الجماهير السكندريه بتنادي طبعا بعودة النشاط، خاصة عشان نادي الاتحاد السكندري والموقف بتاعه، وهم علموا بالقرارات. فعايز اقول لك يمكن نادي الاتحاد او جماهيره طبعا اللي كانت موجودة النهارده كانت موجودة امام الاتحاد، فلما عرفت القرارات حسوا قال لك خلاص ده يعني كده خلاص كل واحد اعتقد ان هو خد العقوبة المناسبة. ممكن هم شافوا يمكن الجمهور واقف فقال لك لا ده كده عقوبة مناسبة خلاص بقى الموضوع ينتهي عشان نبدا نشوف بقى المستقبل الفترة الجاية. دي كانت نوعية النهارده من الجماهير، يمكن حتى احنا استطلعنا اراهم فلقينا حتى في قبول، خاصة انه لا جمهور لا متابع للاهلي ولا جمهور منتمي للمصري، وقالوا رايهم بشكل محايد. بالظبط وده كلام كويس جدا. بشكرك محمد سعيد، شكرا جزيلا على تواجدك معايا. كان معانا من مقر اتحاد الكرة حيث قرارات لجنة التظلمات والخاصة بأحداث مباراة النادي الأهلي والمصري، وزي ما قلت لكم ال8 قرارات اللي خرجت بيهم اللجنة برئاسة المستشار حازم بدوي. هتلاحظ حتى كمان ان لما خدوا قرار وقف استاد بورسعيد بدأ من النهارده اللي هو 24/4/2012 بس لمده 4 سنين. مش اخواننا التانيين قال لك ايقاف استاد بورسعيد 3 مواسم بدءا من 31/3/2012. طيب يعني الموسم وحسبوا الموسم اللي كل الانديه متجمده فيه موسم، والموسم اللي بعده المصري قال لك مش هيبقى موجود، يبقى الاستاد اتوقف ازاي؟ لكن الناس هنا قال لك لمده 4 سنوات ايقاف، يعني كده 4 سنوات تبدا من 24/4/2012 و4 سنين. يبقى اول مباراه تلعب على استاد بورسعيد بعد كده 24/4/2016. يحيينا ربنا جميعا على خير ان شاء الله. طيب النهارده برضو كانت قرعه اولمبياد لندن، وقعنا مع البرازيل. مش عارف البرازيل حكايتها، منتخب الشباب مع كابتن ضياء السيد وقعنا مع البرازيل، حتى في الاولمبياد وقعنا مع البرازيل. شغلانه البرازيل اول مباراه لينا في الاولمبياد ان شاء الله هتكون مع مصر يوم 26 يوليو وهتتلعب على الميلينيوم ستاديوم. تاني مباراه مع نيوزيلندا على استاد الاولد ترافورد، استاد مانشستر يونايتد. المباراه الثالثه هتبقى امام بيلاروسيا. والله ممكن نيوزيلندا وبيلاروسيا، وليه لا؟ يعني ليه لا ان احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا مع نيوزيلندا وربنا يكرمنا مع بيلاروسيا. والبرازيل ما احنا مع كابتن ضياء اعتقد تعادلنا 1-1 في منتخب الشباب، يعني مش بعيد ان انت ممكن تتعادل. دي التميمه على فكره الخاصه بالاولمبياد دي اللي موجوده قدامكم على الشاشه. شكلها ايه؟ شكل ارنب ده ولا ايه؟ لكن عموما مجموعتنا البرازيل نيوزيلندا بيلاروسيا. اول مباراه برازيل، تاني مباراه نيوزيلندا، ثالث مباراه بيلاروسيا. مجموعتنا هتصفي مع المجموعه اللي فيها اسبانيا واليابان وهندوراس والمغرب. اسبانيا، اليابان، هندوراس، المغرب. يعني ان شاء الله ربنا يقدر طلعنا اول او تاني المجموعه، هتلعب مع المجموعه اللي فيها اللي هيطلع منها برضو فرقتين اللي هم سواء كانوا اسبانيا او اليابان او هندوراس او المغرب. دي بالنسبه لقرعه اولمبياد لندن، وفي ردود افعال عليها خاصه من الكابتن هاني رمزي هنشوفها، لكن بعد ما نشوف اخبار الاهلي.
الأهرام المسائي: الأهلي وجوزيه يقتربان من الاتفاق. الشروق: تزايد فرص بقاء جوزيه مع الأهلي بعد استمرار الجهاز المعاون. مصر اليوم: نقص المهاجمين يثير قلق الأهلي قبل السفر إلى مالي. موقع التحرير: جوزيه يبدأ مشاهدة فريق الملعب المالي بالفيديو ويطالب بتحقيق نتيجة إيجابية. اهلي.com: ران الثلاثاء: أزمة غالي تتعقد وعودة السعيد وشهاب وتألق متعب في حضور عبد الفتاح. المسا: غالي الأهلي على كف عفريت، جوزيه يحسم مصيره اليوم في رحلة مالي واحتمالات استبعاده قوية. كورة هاوس: غالي: من يفتعل المشكلات داخل الأهلي في هذه الظروف لا يستحق ارتداء قميصه. اهلي.com: الأهلي يلغي مران الخميس والسفير يغير فندق الإقامة في باماكو. موقع الأهلي: وليد سليمان لاعبو الأهلي تعهدوا على تحقيق الفوز على بطل مالي. موقع النادي الأهلي: محمد نجيب: مباراة الملعب المالي صعبة، هدفنا التأهل لدوري المجموعات. موقع التحرير: برادلي يؤجل جلسته مع جوزيه بخصوص الدوليين بعد مباراة مالي وقلق من رفض الأمن. الشروق: MP يمنح الأهلي مهلة أخيرة حتى 2 مايو لسداد مستحقات سليمان. يعني هناك تقارب في وجهات النظر ما بين النادي الأهلي وما بين مستر مانويل جوزيه في تجديد التعاقد. الشروق بتؤكد ان في فرص بقاء جوزيه مع الاهلي زادت واستمرار الجهاز المعاون. مشكله حسام غالي ما زالت موجوده وما اتحلتش لغايه دلوقتي. مش عارف يعني الامور هتوصل لفين. غالي بيقول ليس لديه اي مشاكل مع احد في النادي الاهلي، وان الظروف الحاليه التي يواجهها النادي لا تحتمل اي مشكلات. وقال ان كل من يفتعل مشكله الان داخل الفريق فهو لا يستحق ارتداء القميص النادي الاهلي. واشار غالي ان بعض التقارير الصحفيه اكدت انه على مشاكل مع جوزيه، مما ادى لاستبعاده من قائمه الفريق التي ستسافر الى مالي يوم الخميس، وهي تقارير كاذبه. ردي: سيكون بالسفر مع الاهلي الى مالي لخوض مباراه الذهاب امام فريق الملعب المالي. يعني انا مش عارف الموضوع هل هو مشكله كبيره قوي للدرجه دي وكلام كبير. وسمعنا كلام امبارح بيتقال ان مانويل جوزيه بلغ لجنه الكره بالنادي الاهلي بان هم يلغوا التعاقد مع حسام غالي. يعني هل القصه بهذه الطريقه وبهذه الموضوع للدرجه دي؟ يعني هل حسام غالي عمل حاجه كبيره قوي للدرجه دي؟ انا شخصيا مش عارف ايه السبب ان الازمه وصلت لهذه المرحله. حاولت اعرف ما عرفتش اوصل لحاجه. يعني الكلام متباين والكلام مش واضح يعني بخصوص هذه القصه. خلونا نشوف يعني الساعات اللي جايه ايه اللي هيحصل. الفريق المسافر لمالي ولا مانويل جوزيه هيصمم على استبعاده ولا ايه اللي هيحصل؟ لان انا زي ما بقول لكم ما بحبش افتي، ما عنديش معلومه 100% اقولها لك علشان تبقى عارف القصة هل هي بهذا الحجم الضخم اللي هي موجودة بيه دي، وان القصة وصلت ان مانويل جوزيه بيقول انا مش عايز غالي. دي معلش يعني انا بغض النظر عن ايه اللي حصل، انا ما اعرفش ايه اللي حصل عشان زي ما بقول لكم ما بحبش اقول كلام او حاجة انا مش عارفها. معلش يعني حسام غالي اولا ده كابتن النادي الاهلي، تاني حاجة ده لعيب كبير. يعني لعيب كبير يعني لعيب مش لعيب، لا لعيب كبير معنى كلمة لعيب كبير. فاعتقد يعني الموضوع لو كان بقى حصل من حسام غالي حاجه كبيره خلاص يبقى ده موضوع المدير الفني، وطبعا مش من حقنا ان احنا نتدخل فيه تماما يعني. ولكن ان كانت حصل حاجه عاديه حاجه بسيطه يمكن تداركها يعني لان زي ما بقول يعني حسام غالي مش لعيب صغير، يعني ده لعيب كبير وكابتن الفرقه وحاجات كتير جدا. واعتقد ان يعني الواحد شايف ان هو من احسن اللعيبه يمكن الموجوده في افريقيا مش في مصر بس. يعني حسام غالي لعيب كبير بصراحه. فهو ده الموضوع الجدل. لكن اتمنى انه يبقى ليه حل في اسرع وقت ممكن عشان نقفل القصه دي، ما تبقاش القصه دي كل شويه مثيره للجدل وفيها كلام وفيها عناوين وفيها منشطات وفيها الكلام ده كله. يتم حل هذا الموضوع ايا كان القرار بقى بالنسبه للمدير الفني والنادي الاهلي يعني مع حسام غالي يعني. يا ريت عايز من خلال الرسائل بتاعتكم اللي بدأت تيجي كتير عايز اعرف يعني مبدئيا رأيكم في العقوبات اللي طلعت دي. يعني عايز اعرف من جمهور الاهلي او الجمهور عموما، مش شرط جمهور الاهلي، الجمهور عموما رأيه كده في العقوبات اللي طلعت دي. هل دي عقوبات كافية؟ هل العقوبات دي الى حد ما يعني طبعا كلنا عرفنا امبارح موضوع وفاة والد كريم خزام، والده توفى رحمة الله عليه امبارح. يعني كانت موضوع بيني وبينكم انا كان قاسي جدا. يعني موضوع سبحان الله أسرة
في ظرف شهرين الابن والاب في شهرين ورا بعض. يبدو ان الاب تأثير دي على فكرة صورة الأسرة بالكامل، كريم رحمة الله عليه ووالده رحمة الله عليه. ربنا يصبر الأم والبنت، يعني ربنا يصبركم يا رب ويلهمكم الصبر كده وينزل في قلوبكم السكينة إن شاء الله. يعني حاجة يا جماعة، حاجة صعبة وحاجة كانت يعني يبدو إن الأب زي ما بقول لكم ما قدرش يستحمل فراق الابن يعني، لكن هي كلها أعمار في الأول وفي الآخر، كل واحد ليه ميعاده هيموت فيه. ولكن زي ما بقول لكم يعني أهي أسرة هي في ظرف شهرين الأب والابن. وبعد كده كنا كنا شايفين ان الموضوع عادي، وبدأنا نهمش الموضوع. مش يعني انا بقصد بيه الكلام اللي كان بيتقال، يعني نهمش الموضوع. وصلنا له انه نتيجة ماتش كورة. ما هوش مش القصة، ما هيش ماتش كورة تتحرق الكورة. لما يموت 74 واحد تتحرق الكورة كلها وتتلغي خالص وبلاها كورة خالص. لا هيزيد عمرنا ولا هينقص عمرنا بوجود او عدم وجود الكوره. لكن لما يموت 74 شاب، لا، ما كانتش ينفع انها يتم تهميش الموضوع ويبقى الموضوع بتفاهه ان ده احنا ما كسبناش واحد، ده احنا كسبنا 3. اكسب 10 بس ما يموتش حد. لا مش ما يموتش حد، ما يتعورش حد، واكسب 10 مش مهم. لكن شباب يموت، يعني ما اعتقدش ان يعني حاجه تفرح. قد ايه والله اقسم بالله الموضوع ده لما شفت موضوع، قريت امبارح وفاه والد كريم، يعني مش عارف اقول لكم والله. الواحد فعلا كان يعني الموضوع كانه لسه حصل تاني، يعني الموضوع تحس انه بيتجدد لما سمعت وفاه والد كريم امبارح. يعني فعايز اقول لكم ان الموضوع ليس الموضوع ان احنا عايزين ننتقم من المصري، او اسف ننتقم من بورسعيد. ليس لنا علاقه ببورسعيد، ليس لنا علاقه ببورسعيد. وهذا الكلام ده انا قلته من اول يوم اشتغلت فيه بعد الواقعه ما حصلت بفتره. ليس لنا علاقه ببورسعيد. المصري حاجه، والجمهور اللي عمل كده حاجه، ومحافظه بورسعيد حاجه تانية خالص. لكن للاسف في ناس، بقول لكم في ناس حبت تتفه في الموضوع. بورسعيد ما حدش جاب سيره بورسعيد في حاجه. على الاقل احنا مالناش علاقه ببورسعيد تماما، ولا باهل بورسعيد. كلهم ناس افاضل وناس محترمين وناس نتمنى لهم كل خير يا رب. ولكن اللي عملوا كده لا، ما نتمنى لهمش الخير، ما نتمنى لهمش حاجه حلوه، ما نتمنى لهمش ان يبقوا سعداء او يبقوا بره السجن دلوقتي. لو في حد منهم لسه بره السجن، لا، اتمنى انه يتقبض عليه دلوقتي، واتمنى انه يتحاكم بكره. فالموضوع زي ما بقول لكم للاسف، زي ما بقول يعني الموضوع اللي حصل امبارح ده، زي ما بقول لكم انا والله امبارح ده اللي حسيته، ان الموضوع كانه لسه بيتجدد تاني. سبحان الله. يعني ربنا يا رب يرحمه ويرحم كل ضحايا النادي الاهلي اللي راحوا، وكل ضحايا مصر اللي راحوا، ونسال الله ان يتقبلهم جميعا في الشهداء، وان ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم جميعا من الشهداء باذن الله تعالى، ويصبر اهليهم، ويصبر والدة كريم، ويصبر اخته يا رب. يعني امبارح يمكن في ملك وكتابة زعوا الجزء اللي كان بيتكلم فيه عن اخوها وعن فراق اخوها، فعلا كان كلام مؤثر جدا جدا جدا. ربنا يا رب يصبرك ويجعل ده كله عزيمة واصرار ان انت تفرحي مامتك وتفرحي اهلك وتبقي حاجة كويسة ان شاء الله باذن الله، ويتغمد الوالد في واسع رحمته ان شاء الله. تعالوا عندنا فاصل اعلاني، وبعد الفاصل ان شاء الله هنكمل مع باقي الاخبار. اهلا بكم اصدقائي. بعد الفاصل نشوف مع بعض مجموعه اخبار متفرقه خاصه بقرعه اولمبياد لندن وردود افعال الجهاز الفني عليها، وايضا نشوف مجموعه من الاخبار المتفرقه. الموقع الرسمي للفيفا: مواجهات صعبه للعرب في لندن 2012. يلا قرعه لندن 2012 مصر تصطدم بالبرازيل وبيلاروسيا ونيوزيلندا.
رياضانات هاني رمزي مجموعة مصر متوازنة ولدينا حظوظ التأهل للدور الثاني. هاني دوت كوم في أول رد فعل شهاب لا يهمنا البرازيل فهدفنا الذهب ومنصة التتويج. ميرور الإنجليزية الميدالية الذهبية أم مجموعة الموت. ستيوارت بيرس مجموعتنا صعبة. المسا لندن بتسخن الشعلة الأولمبية تجوب القصور الملكية. المسا الجبلية تتحدى الأمن استئناف الكاس 24 يوليو والدور ال 32 ينطلق 28 وموعد السوبر لاحقا. الجمهورية لمواجهة شروط الداخلية قبل الموسم الجديد الجبلية تطالب القومي والأندية بتوفير اشتراطات الأمن. كورة هاوس الزمالك يهزم وادي دجلة 3-2 استعدادا للفاس في حراسة جعفر وإصابة هاني وجابر. جول اف ام هاني سعيد وعمر جابر جاهزان لمواجهة المغرب ويعودان للتدريب الأربعاء. موقع التحرير جنش سألعب مباراة المغرب الفاسي ولو برجل واحدة وتيجانا إلغاء الكأس حافظ لنا. الأخبار شحاتة يستعين بليبرو أمام المغرب الفاسي. الشروق ميدو ينذر عباس على يد محضر. الأخبار الصدام مستمر بين نجوم الإسماعيلي والإدارة. مسا استمرار ثورة النجوم في قلعة الدراويش. أحمد علي وفرج وجودون ويحيى يستعدون للرحيل. مصر اليوم الإسماعيلي يحدد نهاية يوليو موعدا لانتخابات مجلس الإدارة. الجمهورية مانو يربك حسابات إمبي قبل مواجهة بطل مالي بالكونفدرالية. الأهرام المسائي أكون أو لا أكون في الكامب نو. أخبار برشلونة الجريح يتحدى أحزانه وطموح تشيلسي. الجمهورية برشلونة يسعى لمصالحة جماهيره على حساب تشيلسي في إياب الدور قبل النهائي لأبطال أوروبا. ميرور الإنجليزية جماهير البارسا متشائمة قبل اللقاء الفاصل ضد البلوز. يلا كورة برشلونة يبحث عن رقم قياسي وتشيلسي يأمل في تخطي العقدة بالكامب نو. موقع برشلونة العودة للمستوى والفوز المعهود ضرورة للذهاب إلى ميونخ. ماركا الإسبانية برشلونة يطارد دوري الأبطال الرابع له في آخر 7 سنوات. مصر اليوم برشلونة يحشد أسلحته الفتاكة لتحطيم متاريس تشيلسي في معركة المصير. فرانس فوتبول جوارديولا لديه ثقة وإيمان بإمكانات لاعبيه. ماركا الإسبانية جوارديولا نتوقع أن تكون مباراة تشيلسي مثل مباراة مدريد. ميرور الإنجليزية بيتر تشاك لبرشلونة مازحا مورينيو ساعدنا بهزيمته لكم ومورينيو جزء من خطتنا للوصول للنهائي. ماركا الإسبانية الكارت الأصفر الثاني يهدد العديد من اللاعبين بعدم الوجود في النهائي. اتكلمنا عن مجموعات مصر قلنا مع نيوزيلندا وبيلاروسيا والبرازيل، وأول مباراة لينا هتكون أمام البرازيل ثم مباراة نيوزيلندا ثم آخر مباراة لنا في المجموعة مع بيلاروسيا. مصر هتصفي مع المجموعة الرابعة بإذن الله، أن ربنا قدر لنا وصلنا للدور التالي، المجموعة اللي بتضم إسبانيا هندوراس اليابان المغرب. الإمارات وقع في المجموعة مع بريطانيا وأوروغواي والسنغال. السنغال هي اللي وصلت امبارح لما كسبت عمان 2-0 امبارح في المباراة الفاصلة وصعدت لأولمبياد لندن. الجابون بقى بطلة الأمم الإفريقية بتاعت الشباب وقعوا في المجموعة مع المكسيك وسويسرا وكوريا الجنوبية. يبقى مصر في مجموعة مع البرازيل، المغرب في مجموعة مع إسبانيا، والإمارات في مجموعة مع إنجلترا. دي يعني المواجهات العربية زي ما قال موقع الفيفا صعبة جدا يعني، لكن ما فيش صعوبة قوي، لأن احنا لما نيجي نتكلم على إنجلترا معلش في الناشئين مش قوي، مش عمرنا ما سمعنا عن منتخبات ناشئين لإنجلترا، ما فيش القصة دي، ولا الألمانيا يصعدوا لعيبة لكن منتخبات لإنجلترا ألمانيا فرنسا للناشئين ما فيش. يمكن اللي بيهتم بالقصة دي شوية إسبانيا بتهتم بالقصة دي شوية، لكن لا إنجلترا ولا ألمانيا ولا فرنسا اللي هي الدول الكبيرة في كرة القدم بتهتم بالموضوع ده اهتمام كبير يعني. هاني رمزي أكد على توازن من المجموعة الثالثة اللي تتقع فيها مصر، وقال في تصريحات لإحدى القنوات العربية: أرى أن المجموعة متوازنة ولدينا حظوظ كبيرة للتأهل للدور التالي. سنلعب بمدينة جاسكو
والمدير الإداري سيقوم بالسفر من أجل الإطمئنان على كافة الترتيبات، وسنقوم بالسعي لخوض المباريات ودية مع منتخبات قوية. أشار هاني رمزي إلى أن البرازيل منتخب قوي وكبير، وكل لاعب دائما يسعى في إثبات ذاته أمام تلك المنتخبات، وقال البرازيل إن شاء الله ستكون بداية التأهل للدور الثاني إن شاء الله بإذن الله، نتمنى. شهاب لاعب خط وسط المنتخب الأولمبي والنادي الأهلي قال لا يهمنا الأسماء التي سنلاقيها حتى ولو كانت البرازيل، فالهدف هو الوصول لمنصة التتويج والحصول على الذهبية. الطموح حلو يا شهاب، ما حدش قال حاجة، بس ذهب مرة واحدة طب ناخد ميدالية، لكن ذهب، لكن الطموح حلو. انا شايف ان كلامك كويس، يعني الطموح مش وحش، الطموح ان احنا ناخد. ما نيجيريا خدت الذهبيه، او الكاميرون خدتها، ليه لا؟ او احنا يعني هم احسن مننا؟ فيا مسهل. فهذا ما نتمناه يعني ان شاء الله. عرفش المسا كاتبه خبر بتقول الجبليه تتحدى الامن استئناف الدوري 24 يوليو ودور ال 32 28 وموعد السوبر لاحقا. مش عارف هم خدوا المواعيد دي بناء على ايه يعني؟ هم اللي هيأمنوا يعني؟ خلاص ماشي، يأمنوا هم، ربنا يوفقهم، ما نشوف. مش عارف، خبر غريب جدا. الزمالك امبارح لعب مباراه وديه مع وادي دجله، كسب 3-2. كابتن حسن خرج متضايق لتعرض هاني سعيد للإصابة بكدمة في الكاحل، وعمر جابر للإصابة بكدمة في الظهر، ألف سلامة. أحمد جعفر لعب شوية كحارس مرمى، وأثناء المباراة يعني لعب هو في الشوط الثاني كحارس مرمى، واللي سمعته أنه كان واقف كويس وأنقذ انفراد من عاشور التقي، وكان واقف يعني أدى المباراة بشكل كويس كحارس مرمى. يعني جنش بيقول سألعب مباراة المغرب الفاسي ولو برجل واحدة. مش عارف، انا حاسس ان احنا عندنا خطأ في الاعلام، يعني ده احساس الشخصي. يعني هو ايه؟ احنا عمالين موضوع جنش، احمد حسن اللي هيقف، احمد حسن الاحتياطي، لا احمد جعفر الاحتياطي، لا بنفكر في عمرو زكي. ما الكلام ده كله بيروح المغرب، ما انت الكلام ده كله انت كده بتهبط من جنش ان جنش مش قد كده، فانت عمال تقول مش عارف ايه، وان الزمالك ما عندوش جول احتياطي. فبالتالي يعني احنا ليه عمالين نتكلم في الموضوع ده كتير؟ انا بتكلم كلنا كاعلام، انا شايف ان احنا كلنا غلط. المفروض الموضوع ده زي ده كان يفضل سري لنادي الزمالك خالص، يعني اساس ان هم ما يعرفوش حاجه عن القصه دي. لكن هم خلاص دلوقتي رايحين وعارفين ان عبد الواحد مش رايح، ودي اول مباراه يلعبها جنش مع نادي الزمالك وما لعبش قبل كده ومش عارف ايه، واللي قاعد احتياطي بره احمد جعفر كحارس مرمى، هيحاولوا مثلا ممكن يحتكوا بيه، يعملوا التحامات بيه على اساس لا قدر الله ممكن وصلنا لهم معلومه ما انا شايف ان وجهه نظري ما كانش لازم انها توصل. يعني ما اعرفش، انا ده وجهه نظري ان الكلام ده ما كانش ينفع انه يوصل للمغرب. يعني احنا كصحافه او احنا كبرامج رياضيه كلنا قاعدين بنتكلم في الموضوع ده، وما اعرفش انا شايف ان الموضوع ده غلط جدا. الموضوع ده كان لازم يتم التكتم عليه نهائي خالص بالنسبه للقنوات الفضائيه بالذات، لان طبعا بتشاهد في المغرب بطريقه طبيعيه جدا، فكان لازم التكتم على الموضوع ده نهائي على اساس ان ما تبقاش العمليه هم نازلين وحاطين في دماغهم ان ده الحارس رقم 2 في الزمالك، وان احنا عمالين نقول انه ما لعبش قبل كده، وعمالين نتكلم على جنش، وعمالين نتكلم على احمد جعفر والكلام ده كله. فمن وجهه نظري ان الكلام ده كان لازم ما حدش يتكلم عنه خالص، ويبقى كان فيه يعني تعليمات تروح او مطالبه من كل المقدمين البرامج ان ما حدش يتكلم في الموضوع ده نهائي، ولا الزملاء الصحفيين حد يتكلم في الموضوع ده خالص، على اساس انه يبقى يتم في الكتمان. يعني وجهه نظر. الشروق بتقول ان ميدو بينذر عباس على يد محضر، واللاعب بيفتح النار على رئيس النادي، وازمته تخيم على الزمالك قبل السفر الى المغرب، وضغوط لاثنائه عن التصعيد. الجانب الآخر في الأخبار بتقول إن صدام مستمر بين لاعيبة الإسماعيلي والإدارة، حالة من الصدام بين لاعبي الإسماعيلي ومجلس الإدارة بعد أن قاموا بالتصعيد والإضراب عن حضور التدريبات. رد المسؤولين بمنحهم أجازة مفتوحة للخروج من المأزق. اللعيبة خرجت راحت البرامج الرياضية المختلفة وكشفوا عن معاناتهم في النادي الإسماعيلي. يعني مش عارف، أمور في الإسماعيلي بتسوء، ما فيش. يعني انا شايف كده. المسا بتقول ده الاخبار اللي انا قلته. المسا بتقول استمرار الثوره في الاسماعيلي، واحمد علي واحمد سمير فرج وجودوين ويحيى بيستعدون للرحيل.
مش عارف، سمعت ان احمد علي واحمد سمير فرج هيقدموا شكوى في اتحاد الكوره عشان مستحقاتهم. الامور صعبه قوي في الاسماعيلي، ولازم تتلم، لازم تتلم بسرعه عشان على الاقل الموسم الجديد. لكن بالشكل ده لعيبه بتمشي، لعيبه بتشوف مصلحتها، ومصلحه الاسماعيلي ما حدش بيبص لها. بعدين الاسماعيلي بيحدد نهايه يوليو موعدا لانتخابات مجلس الاداره. ما هو ده على عيني وعلى راسي، انا ما عنديش اي مشكله نحدد، ولكن حد يلم القصه دلوقتي، يلم اللعيبه دي، يقعد مع اللعيبه دي، قعدها يكلمها، يتكلم معاها. لكن كده اللعيبه كلها بتمشي. طب يا فرحتي لما يجي مجلس اداره جديد ويلاقي الست سبع لعيبه مشوا، هو مجلس الاداره الجديد هيعمل ايه؟ ولا حاجه. هل معقوله الاسماعيلي هيفضى من نجومه كلهم كده مره واحده؟ ما ينفعش كمان، ما ينفعش. احنا طول عمرنا بنتكلم اهلي زمالك اسماعيلي، ازاي عنصر كده يتشد يطلع بره الموضوع؟ ما نتعرض لإصابة أربكة الكابتن حسام البدري في استعداداته لسيركل باماكو. كابتن حسام بيعول على مانو كتير في خط الدفاع، وهو تعرض لشد في رجله، وكابتن حسام يعني الجهاز الطبي بيحاول يعالجه، ولكن بيفكر كابتن حسام في البديل لو ما لحقش المباراة. مباراة النهاردة تشيلسي مع برشلونة، مباراة صعبة وجدا، منتهى الصعوبة. انا شخصيا حاسس ان برشلونه هيخرج النهارده، مش بهرج والله، بتكلم جد. انا عندي احساس ان برشلونه النهارده هيخلص الموسم، مش عارف يعني. حاسس ان الامور بعد المنظر اللي الواحد شافه امام ريال مدريد والاداء السيء اللي حصل عدم يعني الاداء اللي احنا مش متوقعينه، وجوارديولا وتشكيله الخاطئ وتغييراته المتاخره واللعيبه وادائها في الملعب ونرفزه تشابي والحاجات دي كلها ما تطمنكش. لكن هو طالع امبارح في المؤتمر الصحفي بتاع المباراه بيقول لك انا ثقتي لا حدود لها في لاعبتي، وبؤمن ايمان كبير جدا ان هم هيكسبوا النهارده. هو لسه ما زال عنده ثقه كبيره في لعبته، وهي لعبته يعني اي حد يثق فيها، مش انت بس يعني، بس تبقى لعبتك اللي احنا نعرفها، يعني لعبتك وانت كمان جوارديولا اللي احنا نعرفه. لكن جوارديولا بتاع ماتش ريال مدريد ده مش عايزين نعرفه تاني ابدا، هو خلاص هي مره وراحت لحالها، لكن بالطريقه دي مش عايزين نعرفه تاني يعني. على الجانب الاخر دي ماتيو رئيس النادي اللي عرض عليه 750 الف استرليني ليه هو لدي ماتيو لو وصلوا لفاينل تشامبيونز ليج، يعني رقم خرافي. فتخيل انت بقى دي ماتيو النهارده هيعصر دماغه ويقعد يجيب من اول ما لعب كوره ولغايه ما بطل، ويقعد يفكر ازاي يقفل الملعب على برشلونه. وبيني وبينكم لو لعب بالطريقه اللي لعب بيها الماتش الاولاني تبقى مشكله، لان فعلا الدفاعات غلسه، يعني خرسانيه، مش ممكن، حاجه صعبه جدا، بتحتاج ان انت تجيب جول بدري. كل ما الجول بيتاخر كل ما الاعصاب بتتوتر، فبتبقى مشكله كبيره جدا. لكن النهارده الصحافه العالميه على الاقل، ان مثلا ميرور الانجليزيه عملوا استطلاع راي للجمهور برشلونه، قال لك ان جمهور برشلونه متشائم من مباراه النهارده، وزي انا كمان، وانا متشائم فعلا من مباراه النهارده. برشلونه في تاريخه مع تشيلسي من ساعه ما برشلونه فاز باللقب 2006 مع رايكارد، اصبح ضيف دائم على الدور قبل النهائي للبطوله. برشلونه بيبحث رقم قياسي اوروبي جديد لتاهله لميونخ، النهائي اللي هيقام يوم 19 مايو المقبل ان شاء الله، وهو كسر النحس الملازم للبطوله منذ انطلاقها في شكلها الجديد عام 93، حيث لم يفز بلقبها منذ ذلك اي فريق مرتين متتاليتين. اما تشيلسي فرغم كونه احد اكبر الانديه الاوروبيه، ده احد التقارير المكتوبه عن الماتش يعني، بيقول متخصص في الوصول للدور نصف النهائي بدوري الأبطال 5 مرات، ولم يلازمه التوفيق في الوصول للنهائي سوى مرة واحدة بس، عام في موسم 2007-2008، وخسر بركلات الترجيح أمام المان يونايتد. لعبوا الفريقين مع بعض في ذات الدور قبل 3 مواسم 2008-2009، ونجح البارسا في تخطي البلوز بصعوبة بالغة.
لو تفتكروا المباراة دي كانت مباراة تاريخية وكان فيها واقعة تاريخية، لما كان في بيني وبينك كانت ضربة جزاء، يعني كانت في ضربة جزاء قبل نهاية المباراة بدقايق بسيطة قوي، وكان برشلونة متقدم 1-0 والحكم ما حسبهاش، والحكم بيجري لأنها كانت هجمة مرتدة لبرشلونة. مايكل بالك بقى يجري لو تفتكروا جنبه كده وعمال يزقه في كتفه بسبب ان الحكم ما طردش مايكل بالك في الواقعة دي. الحكم ده كان المفروض رايح كأس العالم، تم استبعاده من كأس العالم بسبب الواقعة دي، ان هو ما طردش مايكل بالك لما كان بيلعب في تشيلسي في هذا التوقيت، واستبعد من بطولة كأس العالم بسبب الواقعة دي، انه ازاي ما طردش مايكل بالك لما قعد يجري جنبه ويزقه في كتفه عشان ما حسبش ركلة الجزاء، وهي كانت طبعا ضربة جزاء وقتها. دي كل الاخبار الخاصه. على فكره اقول لكم الاول الكارت الاصفر ده بيهدد العديد من اللاعبين بعدم الوجود في النهائي. برشلونه بويول عنده انذار، خافير ماسكيرانو عنده انذار، تشيلسي ايفانوفيتش عنده انذار، اشلي كول عنده انذار، ديفيد لويس عنده انذار، راميريس عنده انذار، راؤول ميريلس عنده انذار. يعني برشلونه 2 بويول وخافير ماسكيرانو، يعني الاثنين الاستوبرين، يعني اي واحد فيهم ياخد انذار النهارده لو برشلونه صعد للفاينل مش هيبقى موجود في ميونخ. لكن تشيلسي عنده 5، ايفانوفيتش وادشلي كول وديفيد لويس وراميريس وراؤول ميريلس. في مباراه بكره ريال مدريد عنده 4 لعيبه عندهم انذار، بايرن ميونخ 7 لعيبه عندهم انذار. اعتقد ان لو بايرن كسب صعب جدا ان ال7 يروحوا يلعبوا النهائي يعني. ريال مدريد عنده تشابي الونسو وفابيو كونتراو وهيجوايين وراموس، سيرخيو راموس، دول عندهم انذار. لكن البايرن جيروم بواتينج وتوماس مولر وديفيد ألابا ولويس جوستافو وتوني كروز وفيليب لام، دول اللي عندهم انذارات في بايرن ميونخ. بعد الفاصل ان شاء الله نكمل باقي الاخبار. اهلا بكم اصدقائي بعد الفاصل. عندنا يعني نشوف الاول كده مجموعه رسائل قبل ما عندنا مجموعه تليفونات ناخدها. اليسي نفسي اقول لك مبروك النهارده بس مش باين، المهم تكون دايما معانا وبخير، ربنا يكرمك يا فاروق عروز، شكرا جزيلا. يا عم سيبك من الكلام ده، بس ان شاء الله هتقول لي مبروك بكره ان شاء الله. عزاء واجب في والد الشهيد كريم خزام من أسوان، نسأل الله يرحمه رحمة واسعة يا رب. بليسي الرسالة اللي بعتها الأمس كانت بتقول لو حسام غالي مشي يبقى مش عارف ايه، اشكر اتحاد الكرة على القرار الجديد. حسين رمضان ابو رشدي من دار السلام. يا حسين انت بعت لي رسالة امبارح، بس انا عايز اقول لك حاجة، مش عايزين نربط العمليه زي ما انت كاتبها كده. انا مش عايز اقول طبعا نص الرساله بالكامل، لكن انا مش عايزين نربط العمليه كده، احنا عايزين نحل، لازم يبقى في حل. لكن حته انها تبقى كده وبالذات لما تبقى مع نجوم ما ينفعش. هو ده اللي انا اقصده. انا احمد فرج. استاذ محمد ربنا يكرمك يا ابو حميد، كتر خيرك، اشكرك شكرا جزيلا. اصابات لاعبي الاهلي بسبب الجهاز المعاون، ليه بس؟ مين اللي قال لك كده؟ عقوبه كويسه وتشيلسي هيصعد ان شاء الله مع احترامي للليسي. ماشي يا عم خليل. ماشي يا حبيبي ولا يهمك. ليسي لازم نروح المحكمه الرياضيه، لان الاعلامي هيقول ان لجنه التظلمات اهلاويه والقرار من الفيفا هيخرس الالسنه الحاقده. محمد اسامه. يا استاذ محمد دول قضاه، ما فيهاش لا اهلاوي ولا زملكاوي ولا اسماعيلاوي ولا اسكندراني ولا بورسعيدي ولا دول قضاه، اللي خدوا القرارات دي قضاه، يعني ليس لهم علاقه بالانديه والكلام ده كله، دي ناس قضاه اتقدمت لهم مستندات رجعوها وشافوها تيقنوا منها صدر قرارهم، ملهاش علاقه بانتماءات خالص. ده لو حد قال كده تبقى كارثه، والله تبقى كارثه. يبقى احنا كده بدانا نتكلم في القضاء وبدانا نفتي في القضاء كمان، ده هو ده اللي يعني ده اللي باقي.
يعني ده اللي ناقص، ان احنا نشكك في القضاء كمان. دي تبقى كارثه كبيره جدا يعني ده لو حصل يا استاذ محمد اسامه زي ما بقول لك ده تبقى كارثه. استاذ محمد، مشكله غالي انه رجع من التمرين عايز يتمرن، وجوزيه عايز يديله راحه، هي دي المشكله اللي كبرها الاعلام. مبروك هبوط المصري. ده ماجد يوسف. ما هو استاذ ماجد انا عارف اللي انت بتقوله، ولكن ده مش سبب يوصل الموضوع للي احنا عمالين نشوفه اليومين دول في الجرايد. اكيد في حاجه تانية، اكيد في حاجه تانية. انا مش مقتنع ان هو ده سبب. هل هو ده سبب يوصل للكلام اللي سمعناه امبارح؟ لا طبعا. انا مش مقتنع. الكلام اللي انت بتقوله ما هو ده انا سمعته، لكن زي ما بقول لك انا ما عنديش معلومه اضيفها لك. انت سمعت وقريت وانا سمعت وقريت وغيرنا وغيرنا وغيرنا، لكن انا ما عنديش معلومه اضيفها لك، معلومه حقيقيه. يعني عايز اقول لك معلومه حقيقيه. القرارات معقوله وان كان فيها ظلم لجوزيه وغالي. ده محمود رزق من الشرقيه. زي ما بقول برضو يعني هي غالي. لو تفتكروا لما اتوقع عليه 4 مباريات انا قلت لكم ايه، انا شخصيا متقبل عقوبه غالي، لان هي ما ينفعش ان لاعب يتعامل كده مع الحكم، وده الكلام واضح. لكن واضح ان لجنه التظلمات شافت حاجه اضافيه، او شافت مثلا تقدم لها CD معين او حاجه معينه خلتها شددت العقوبه اكتر من 4 خلتها 6. لكن لما كانت 4 انا قلت لكم ايه، انا قلت لكم انا مقتنع بعقوبه حسام غالي، لان حسام غالي ما ينفعش ان اللعيب يتعامل كده مع الحكم. كان مضغوط متوتر ومعاكم في الكلام ده كله، ولكن ما ينفعش برضه مهما كان، وبالذات انت بتتكلم في لعيب كبير. لو ناشئ ماشي لسه، لكن انت بتتكلم في لعيب كبير، فما كانش ينفع طبعا. خلينا نتوقف الان مع الدكتور محمد فضل الله، نتكلم معاه شويه في العقوبات اللي صدرت النهارده. دكتور فضل الله، السلام عليكم. استاذ محمد، ازي حضرتك؟ ازيك يا دكتور؟ تمام الحمد لله. ازي حضرتك؟ ربنا يكرمك. دكتور، انا من القرارات اللي طلعت النهارده من لجنه التظلمات، اولا كان كلام كتير جدا بيتقال، وناس كتير جدا كنا بنتكلم وكنا بنجيبهم يعني ونستضيفهم ونتكلم معاهم. ما حدش كان متوقع ان تكون هناك عقوبات بمعنى الكلمه، والمعظم الناس قالت الى حد كبير لجنه التظلمات هتقر عقوبات اتحاد او اللجنه اللي بتسير اتحاد الكره، واللي على المتضرر بقى اللجوء للمحكمه الدوليه. ولكن احنا النهارده فوجئنا ان بالمستشار حازم بدوي بيعلن قرارات صارمه، وهذه القرارات لو كانت اتخذت من البدايه ما كناش وصلنا للي احنا فيه ده ابدا يعني، ولا كان حصل خالص. فهي كانت مفاجاه من وجهه نظري الشخصيه هذه العقوبات. مش عارف تعليق حضرتك ايه؟ والله طبعا احنا مش عايزين نخوض في التعليق على العقوبات يا استاذ محمد، لان هذا لا انا مش عايز اعلق طبعا على احكام القضاء، لا تعليق على احكام القضاء. انا عايز اتكلم ان هي كانت مفاجاه بالنسبه لنا، لان معظم الناس ومعظم المحللين والخبراء قالوا هيقروا نفس العقوبات. هو ليس حكما قضائيا، ولكنه قرارا من لجنه تندرج تحت نطاق الاتحاد المصري، لها قيمتها ولها قامتها برئاسه مجموعه من المستشارين الذين نجلهم ونحترمهم، وبالتالي لا يجب بصوره او باخرى ان نعلق على قراراتهم، وانما احنا نوضح الصوره فيما يتعلق بهذا الشان. تمام. انا لو تفتكر حضرتك قبل ذلك في كذا مداخله قلت لحضرتك ان لجنه التظلمات فيما يطعن على قرار مطعون على صحته من قبل الاتحاد الوطني فانها لها الحق ان تؤيد هذا القرار. تمام. أو تغلظه أو تخففه وفقا للقرائن والمستندات والوقائع التي يسند إليها الأمر مرة أخرى. ده حصل طبعا. تمام. فبالتالي هي رأت أن هناك مجموعة من البراهين والأدلة استندت إليها في هذا القرار. هذه الأحكام أو هذه القرارات التي صدرت إحنا نسأل هل هي تتفق مع القواعد الدولية ولا تتفق؟ الإجابة نعم، تتفق مع القواعد الدولية. يجوز لها أن تقرر العقوبات وفقا للعقوبات المدرجة ووفقا لنصوص اللوائح الدولية الخاصة المادة 12 والمادة 28. والمادة 12 بالذات أيدت كل هذه العقوبات ووضعت الدرجة الأدنى كعقوبة قصوى في هذه الدرجة، وعطت الاستبعاد والحرمان كعقوبة تفسيرية للاستبعاد والحرمان في المادة 28. والعقوبة هنا مزجت بحاجتين، مزجت بالاستبعاد والحرمان والهبوط للدرجة الأدنى، وهذا شأن أصيل للجنة أن تقرر عقوبة، إما أن تكون عقوبة متفقة أو عقوبة منفردة. بالذات كمان يا دكتور فضل الله لما حدث أن القرار تم اتخاذه من الموسم القادم وليس كما حدث من اللجنة الموسم ده أصبح موسما منعدما. وأنا قلت لحضرتك برضه يا أستاذ محمد لو تفتكر كذا مداخلة، قلت لحضرتك أن القرار الأولاني من قبل الاتحاد الوطني به عوار قانوني
لأنه أسس عقوبة على موسم منعدم لا يجوز تأسيس عقوبات عليه. منعدم على الجميع، ده مش يعني منعدم على الكل. مفيش موسم أصلا، مفيش موسم. بس أنا أفتكر كلمة حضرتك قلتها لي في آخر مداخلة، قلت لي يا محمد لو الموضوع وصل للجنة التظلمات في الفيفا بعد قرار لجنة التظلمات في الاتحاد المصري لكرة القدم، لا تلقائي من غير ما نفكر المصري لازم هيروح لجنة التظلمات في الاتحاد الدولي. حضرتك قلت لي لو الاهلي هو المصري كده، والاهلي ما لهمش لجنة تظلمات في الاتحاد الدولي، ليهم محكمة رياضية دولية. المحكمة الرياضية الدولية، انا اسف، لجنة المحكمة الرياضية الدولية. دلوقتي حضرتك قلت لي لو المصري راح لوحده والاهلي ما راحش، يبقى هيبقى حاجة من الاثنين، يا اما يقروا هذه العقوبات او يخففوها. لكن لو الاهلي راح هتمشي قضية، ومن الممكن ان تكون هناك عقوبات رادعة. وقلت لحضرتك انه مش شرط فقط الذهاب متضامنا في التظلم من العقوبة، ويجب ان يذهب متضامنا في التظلم مقدما في ذلك اسانيد وقوانين وقواعد جديدة ترتقي اللجنة انها لم يتم الاخذ بها في القرار السابق. مظبوط. يعني ده مهم جدا. لما حضرتك تقرا حيثيات الحكم هتلاقي الكلام اللي حضرتك بتقوله ده. خلي بال حضرتك يا استاذ محمد، القاعده الاصيله في هذا الشان ان الماده 132 من اللائحه التاديبيه للاتحاد الدولي اكدت على ان تأييد الاستئناف في قرار مطعون على صحته يجب ان يكون مقترن بقرائن وبراهين جديده. هذه القرائن والبراهين تثبت الجرم وتتعلق به. اذا لم يتم الاقتران بهذا في الطعن لا يقبل الطعن. واخد بال حضرتك؟ لان ناس كثيره بتقول هي من شانها ان تغلظ. طبعا من شانها ان تغلظ طالما ان انت تقدمت باسانيد وتظلمات جديده، لان هي لو مش من شانها ان تغلظ او تخفف من العقوبه لما لجأ اليها الاهلي والمصري. تمام. طب انا عايز اسالك هنا يا دكتور سؤال بعد اذن حضرتك. نعم. بالنسبه لي اللجوء للمحكمه الرياضيه زي ما حضرتك قلت، بتبدأ قضية من أول وجديد، يعني الأهلي بيقدم دفوع وبيقدم كل أوراقه وسيديهاته وكذا المصري، وتبدأ قضية من جديد، ولا بتاخد بناء على الأحكام اللي خدتها لجنة التظلمات في اتحاد الكرة؟ لا، هو الأهلي هيطعن على التظلم ده إذا هو لم يرتضي كنادي هذه القرارات، من حقه أن يطعن عليها. طب نفترض الأهلي ارتضى والمصري ما ارتضاش. لا خلاص، من شأنه لأن خلاص أصبح القرار قرارا متفقا، لأن الأهلي متضرر والمصري متضرر. دي وحدة واحدة. تمام. يعني هذه المباراة قامت بين طرفين. تمام. هناك مضرور وهناك مضرور، أيا كانت الضرر من وجهة نظر المتقدم بالطعن. تمام. فبالتالي من حقهم ان هم يطعنوا على هذا القرار. لو راح الأهلي وقدم أسانيد أخرى، رأت المحكمة الرياضية الدولية أن العقوبة الخاصة من لجنة التظلمات لم تكن متناسبة مع الجرم، من حقها أن تغلظ العقوبة. وإذا رأت المحكمة الرياضية الدولية أن العقوبة كبيرة على الجرم أو من شأنها أن تخفف، من شأنها أن تخفف. هذا حق أصيل. يعني إذا قضية تاني من أول وجديد. هتكمل. طبعا هو لو عايز النادي ده عايز يكمل، النادي ده عايز يكمله. لكن مش هتبص القرارات لجنة التظلمات دي. لا، بتشوف تأسيس القانوني للجنة التظلمات. هل أسست يعني لجنة التظلمات أسست هذه العقوبات بناء على لوائح وقوانين ولا لا؟ شافت التأسيس القانوني بتاع الاتحاد. نفس الحكاية، هيشوفوا لجنة التظلمات حطت العقوبة دي، أسست هذا القرار بناء عليه، على نصوص دولية، على مواد، على أسانيد، على سيديهات، على أوراق، على إذا رأت أن هذه العقوبة متناسبة وفقا لهذه القرائن خلاص تؤكدها. إذا رأت أن العقوبة قليلة هتغلظها. إذا رأت أن العقوبة غير متناسبة وخفيفة على هذه الأمور هتخفف من شأنها. طب حضرتك كمتخصص في هذه الأمور يا دكتور فضل الله، أنت من وجهة نظرك لو المحكمة الرياضية شافت هذه العقوبات ستقرها أم ستغلظها؟ نعم؟ لو المحكمة الرياضية اطلعت على هذه العقوبات ستقرها أم تغلظها؟ أعتقد أنها تقرها يا أستاذ محمد. تقرها؟ تقرها زي ما هي كده. اعتقد انها تقررها. هي طبعا خلي بالك ان احنا دعنا نتفق على شيء مهم جدا، ان السلوك الذي ارتكب ايا كان، احنا يعني انا مش عاوز اتعرض لذلك او ذلك، يعني انا بتكلم من وجهة النظر القانونية البحتة، واخد بال حضرتك، ودائما انا محايدا في هذا الامر. تمام. السلوك الذي ارتكب سلوك جسيم بالنسبة للاعراف الرياضية. طبعا بكل المقاييس. ان يقتل 75 فرد في ملعب، هذا سلوك جسيم.
كيف تنظر اليها المحكمه بقى ومدى مسؤوليه كل نادي ومدى مسؤوليه كل طرف على هذا السلوك، دي قضيه وشانها اللي المحكمه وفقا للقواعد والنصوص. ومدى استيعاب القاضي للي حصل برضه من خلال الادله اللي تتقدم له. طبعا انت بتقدم، اصل انت خلي بال حضرتك ده حكم، هذا الحكم يجب ان يقترن بمواد ونصوص. ما ينفعش ان انت تقعد كده ده الموضوع جامد جدا احنا لا، ما ينفعش. صح. هذا حكم يؤسس عليه احكام اخرى، لان من الممكن ان تحدث احداث مثل هذه الاحداث مره اخرى. واخد بال حضرتك؟ فبالتالي هو بينظر للقواعد والنصوص، فهذا بيبقى شأن القاضي وشأن المحكمه. تمام. ولكن طبعا السلوك سلوك كبير، ونرجو الا يتكرر مره اخرى في ملاعبنا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ولعلمك يا دكتور فضل الله، والله العظيم انا بقسم بالله انا واحد من الناس ماليش دعوه بغيري، كل ما ارجوه ان كانت لازم تبقى العقوبات رادعه عشان ما تتكررش تاني، لان العقوبات اللي طلع بيها لجنه تسيير الاعمال في اتحاد الكوره دي عقوبات تخلي الموضوع ده يتكرر تاني وتالت وعاشر. ايه اللي انت خدته؟ ايه القرارات اللي انت خدتها؟ انت طالع بتضحك علينا بالفاظ، ما طلعتش بقرارات، لكن هو اهم شيء الردع عشان ما تتكررش. يا دكتور فضل الله، امبارح في الجزائر وهي دوله عربيه شقيقه 30 اسبوع في الدوري الجزائري اتصاب 157 مشجع ومات مشجع واحد، تم الاتفاق على اصدار قانون جديد للرياضه وتغليظ عقوبات شغب الملاعب. ده عشان ده في 30 مباراه يا دكتور فضل الله، في 30 مباراه، مش في مباراه واحده مات 75، وطالعين بنقول ده مش واحد دول اتنين ولا تلاته. تفهنا الموضوع لدرجه مش طبيعيه. النهارده حضرتك لجنه الاستئناف في الاتحاد الاماراتي تغريم مارادونا 816,000 دولار بالظبط. انا عارف. وفي الاتحاد كره القدم الاسكتلندي منع مالك نادي رينجرز من ممارسه واداره كره القدم مدى الحياه. ونادي جنوة تقريبا في الدوري الايطالي ممنوع يلعب الست مباريات الباقيه بدون جمهور. وعلى فكره هم اذوا مين يا دكتور؟ هم اذوا لاعيبتهم، قالوا لهم اقلعوا التيشيرتات، انتوا ما تستحقوش انك تلعبوا بالتيشيرتات دي في الدقيقه 40 من المباراه، لانه كانوا مغلوبين 4-0. فجمهورهم رمى عصيان ورمى ازايز ميه اعتراضا على النتيجه، وقالوا لهم الماتش مش هيكمل، يعني مش هيكمل، ولازم تقلعوا التيشيرتات دي، انتوا ما تستحقوش انكم تلبسوها. يا استاذ محمد، ده انت شفت حضرتك الكارثه اللي حصلت دي. قانون الرياضه المصري اللي داخل حاطين نصوص عقابيه نص واحد. ده قانون العقوبات الايطالي يتجاوز ال 80 ماده. انت مدخل وفقا لهذه السلوكيات التي تم تطويرها نصا واحدا في قانون الرياضه، نص هذه يعني القضيه لازم نفكر في الرياضه بمنظور اخر. صح. اذا اردنا ان نطور هذه الرياضه المصريه. صح. لكن اذا اردنا ان نقبع في هذا النطق الذي نحن فيه، وفي نفس الوقت يا دكتور فضل الله، واذا اردنا ان نحقن دماء جماهيرنا وان نخاف على جماهيرنا، لازم العقوبات دي تبقى رادعه وقويه وصارمه عشان نحقن دماء جماهيرنا وشبابنا ونخاف عليهم ان شاء الله. ده اهم شيء. لكن هي الخوف من الردع او الشده في الردع ده بالعكس، ده انت بتخاف على الشباب دي، ده انت مش عايزهم يعملوا كده تاني، يعني معنى انك بتخاف عليهم. ان شاء الله ان شاء الله. دكتور فضل الله بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا لحضرتك. يعني ده المنطق يا جماعه. العقوبه لما تتغلظ والعقوبه لما تبقى قويه وصارمه، ده معناه انت بتخاف على الناس، انت بتخاف على الشباب ده، بتحمي الشباب ده، مش زي اخواننا عايزين طالعين يهزروا عشان الموضوع يتكرر تاني. ناخد فاصل اعلاني، وبعد الفاصل ان شاء الله نستقبل تليفونات حضراتكم ونقرا الكم الكبير من الاس ام اس. نحاول يا رب ان شاء الله الحق اقراه واخد تليفوناتكم ان شاء الله بعد الفاصل. اهلا بكم اصدقائي بعد الفاصل. طيب، من ايدكم يا استاذ، انا حسن من ايدكم يا استاذ محمد. العقوبات صدقني مش هترضي ناس، بس انا شايف انها عقوبات صحيحه، ويا رب ينصر الاهلي. الاهلي ده مش نادي بنشجعه، ده وطن بنعشقه. ايدكم كلها اهلاويه. برشلونه هيكسب تشيلسي النهارده، وريال مدريد هيكسب بايرن ميونخ، والنهائي هيكون بين برشلونه والريال مدريد. ده حاتم صلاح من هنا. نفسي يا حاتم، نفسي عشان اللي بيحصل ده. بحب برشلونة. ده ابراهيم النجار من دهتورة، وعايزينك تزورنا
ربنا يكرمك يا استاذ ابراهيم، اهل كرم، ربنا يبارك فيك يا رب ويبارك في كل اهل دهتوره. مصطفى احمد اسامه، اشكرك يا استاذ مصطفى، كتر الف خيرك، ربنا يكرمك. حماده الاهلاوي، اشكرك يا حماده، ربنا يكرمك. نفسي اعرف متى يلعب احمد صديق مع الاهلي. دكتور يلعب ان شاء الله مع بدايه الموسم الجديد باذن الله تعالى. طيب خلوني اتوقف بس دلوقتي وهرجع اقرا الرسائل وهاخد تليفوناتكم ان شاء الله، بس ارجع موضوع الاسماعيلي. الموضوع الاسماعيلي مقلق جدا، ما يحدث في النادي الاسماعيلي من مشاكل ما بين اللعيبه والاداره، واللعيبه مش عايزه تلعب، واللعيبه بدات تطلع على الفضائيات وتتكلم قصص كده. عضو مجلس اداره النادي الاسماعيلي كابتن محسن عبد المسيح. السلام عليكم كابتن محسن. عليكم السلام، اهلا استاذ محمد. ازيك كابتن، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك كابتن محسن؟ يعني مش عارف الموضوع كل يوم بيزيد في الاسماعيلي، مش الامور مش عايزه تهدى ليه؟ لا ابدا، يعني انا شايف بس هي الناس مش عايزه تسيب النادي الاسماعيلي في حاله، وانت عارف احنا عندنا يعني بيات صيفي وبقى شتوي الاثنين. يعني كان شتوي من اول فبراير وابتدى نخش على الصيف كمان اهو طول شويه. فالناس فاضيه مش لاقي حاجه، واخد بالك؟ يعني طبعا يعني ما بتصدق تلاقي اي هيصه في الحته دي تروح رايحه ومزوده الهيصه شويه يعني. لكن يعني الامور مش للدرجه دي؟ لا مش للدرجه طبعا. يعني النهارده لما بيجي، ما هو جودوين النهارده قدم شكوى، راجل بروفيشنال من حقه. هو راجل محترف عايز فلوسه، هو من حقه. واحمد علي من حقه، بس احمد علي لما قدم الشكوى هي في غرض من وراها، ان هو عايز يمشي. بالك هو فاكر عشان ياخد رخصه لفسخ التعاقد، يعني هو فاكر ان كده هيقدر يمشي يعني، او كده يبقى ده طريق لان هو يمشي. طبعا هو كده خسر طبعا ناديه وجمهوره، واخد بالك؟ وهو برده مش هيمشي كده، لان محدش يمشي بلوي دراع او بالطريقه اللي هو بيسلكها يعني. ما ينفعش الكلام ده. لكن هو حقه الشرعي. يعني احنا لما جينا قلنا النهارده عمرو زكي لما قدم شكوى في نادي الزمالك، عمرو كان عنده الحيثيات بتاعته، ان نادي الزمالك ادى للعيبه كلها ما عدا عمرو، ما ادالوش. هنا عمرو رغم ان الجمهور زعل منه جدا. طبعا انت ازاي تشتكي النادي بتاعك؟ طبعا. ازاي تشتكي النادي طبعا. اللي عمل اسم لعمرو زكي؟ يعني ما ينفعش. او ساهم في دوت يعني. طبعا. فطبعا هي الواقع ان حصلت من احمد علي، وحصلت من احمد سمير فرج. تمام. لان طبعا اللعيبه لما غلطت، وطبعا انت عارف ان اللائحه بتمنع عندنا ان اي حد يظهر في الفضائيات غير باذن من الجهاز الفني. ده طبعا ده طبيعي. ولما خرجنا على احد القنوات الفضائيه كان بدون اذن الجهاز الفني. ومش بس كده، كمان ابتدت اللعيبه تتطرق وتقيم مجلس الاداره، وكان ده صح والقرار ده كان غلط، وده غير وارد في الرياضه. مظبوط. ما ينفعش لاعب يقرر او يقيم مجلس ادارته، هو يتكلم عن حقوقه لكن الاداره زي ما انا ما بقول ما ينفعش عضو مجلس اداره يقيم لاعب، لان دي ناحيه فنيه. لو هو ما لعبش كوره ما ينفعش يقيمه. فبرضه نفس الحكايه، ما ينفعش اللاعب النهارده لان هو ما اشتغلش قبل كده عضو مجلس اداره، او ما اشتغلش في العمل الاداري، خبره يقدر يقيم اذا كان ده صح او غلط. لكن انا بس يعني فرصه ان حضرتك برضه فتحت الموضوع ده. هم زعلانين او ابتدت المشاكل دي تبان اول ما خدنا قرار بان احنا احمد حجازي احنا وافقنا على بيعه، بس يا جماعه 750 المقدم اوكي، بس الباقي ال 50% دول يبقوا واحنا بندي البطاقه الدوليه بتاعتنا. بالظبط، عشان احنا محتاجين الفلوس. بالظبط كده بالظبط. وانا صرحت حتى على احد المواقع وقلت لو اللعيبه موافقه النهارده كابتن محمد الليثي، نفترض حضرتك معانا لاعب في النادي الاسماعيلي، تشرفنا طبعا. ربنا يكرمك. انت ليك مليون جنيه عندنا. لو قلت لحضرتك خد 500,000 دلوقتي اللي هو نصهم، وخد 250,000 جنيه في 1/1/2013 وفي 1/7/2013 ال 250 التانيين، انت بالطبع مش هتوافق انك تاخد فلوسك بعد سنه و3 شهور. مظبوط. ده مش لوجيك. طب هم زعلانين من ايه؟ انتوا لو وافقتوا على ده احنا هنبيع احمد حجازي بكره، ما عندناش مشكله. طب ما هي بس برضه يا كابتن محسن القصه ان عمليه احمد حجازي ما هي مش ماشيه. ده انا سمعت ان اخر قرار انتوا منتظرينه الخميس من نادي فيورنتينا عشان الموضوع ده. يبقى نادي فيورنتينا مش جدي. او ممكن يكون مش موافق على العرض اللي انت عايزه. انت عايز ال 750 ووراهم ال 750 مع البطاقه. وليه؟ ما انا النهارده 3 اشهر يعني. هو لما بعت لي
الفاكس بتاعه بيقول لي في اول الشهر اللي فات، يعني في اول شهر 4 في اول شهر 7. تمام. دول 3 شهور، انا ما بقولوش هات دلوقتي. اوكي انا وافقت لك على حاجتين، ثبتنا اللاعب قيمته 1.5 مليون رغم ان احنا عارفين كويس قوي على فكره ان هو بعد الاولمبياد هيجيب اضعاف ده باذن الله، يا ربنا يبعد عنه يا رب الاصابه ودايما يوفقه يا رب يا رب. لكن قلنا مش مشكله، احنا المليون عندنا يساوي 3 مليون دلوقتي. تمام صح. وخدنا القرار ان احنا هنبيع خلاص بالثمن ده، لكن مش لوجيك ان احنا ناخد فلوسنا في شهر 7 2013. ما ينفعش، ده مش لوجيك. لكن النهارده لما اجي اقعد معاك، هو لو انت مرتاح ماديا يا كابتن محسن ما كانتش هتفرق معاك وكنت هتخلصها كده، لكن بسبب ان انت ما ينفعش انك تستنى ده كله، هي دي المشكله. بالظبط. انت لو مرتاح ماديا كنت سبتها مشيت. سوري بدون قطع حديثك محمد، اتفضل. ان ده مش هيحل لي لكل اللعيبه. انا عندي مشكله مثلا مع 12 لاعب، ما ينفعش احل ل7 و5 لا، لان دول بالظبط هم 5 مليون ونص اللي هيكونوا موجودين بعد الكوميشن. ف5 مليون ونص مش هتحل لي مشاكلي. ما انا معاك. 7 مش 5، هنقول 7 بس هي معلش، بس انا اقول لك حاجه، هي مسكن حلو، مسكن يمشي الامور ومسكن لبعض اللعيبه. انت في لعيبه مش هتقدر تديهم ولا مليم، لان انت النهارده عندك 2 لعيبه عايزين يجددوا، وفي 5 لعيبه تانيين المفروض تجدد لهم عشان في يناير اللي جاي ممكن يوقعوا بره لاي حد. بالظبط. وفي لعيبه ما خدتش ولا مليم، مثلا الوحيد ما خدش احمد علي لانه خد مستحقاته كلها السنه اللي فاتت. اللاعب الوحيد لانه راح احترف زي حسني كده عبد رب، وراح الهلال السعودي السنه اللي فاتت 6 شهور وخد مستحقاته كلها، سواء هو مضى على كده او خدهم اوريدي. طب ما انتوا يا كابتن محسن كنتوا فكرتوا ان انتوا تبيعوا محسن نهائي لاتحاد جده، ليه ما فعلتوش الموضوع ده؟ مين بالنسبه لحسني؟ تبيعوه بيع نهائي لاتحاد جده، وبالتالي فلوسه تفرق. حقيقي يا محمد لم يقدم لنا هذا العرض، كلام كتير حصل. وبعدين يعني احنا لعيب بقدر حسني عبد رب، وانت اتفرجت على الماتش اللي فات مع طبعا 2-2 جمال يعني طبعا. شوف الجون الثاني بص عامله ازاي. لا حسني لا خلاف عليه، حسني ده لعيب كبير بمعنى الكلمه، لا خلاف. حسني ما ينفعش اتسرع في قرار بتاعه، وخصوصا ان ما تقدمليش عرض من نادي اتحاد جده لسه. فانا ما ينفعش اجي اقول لا يلا هنبيع حسني، او انا اتصل باتحاد جده وعايز لا ما ينفعش. لا ما ينفعش يعني. طب انت بالنسبه لك الغاء الكاس ده جه صدمه تانية على مجلس اداره الاسماعيلي؟ ده حاجه انا عايز اقول لك ان انا يعني مخنوق من ساعه ما سمعت القرار ده. انا مخنوق حرام. يعني النهارده انا بناشد الدكتور عماد البنان وبناشد سياده المشير ان دي مصر. ما تبصوش للناس اللي مش هتلاقي تاكل او الناس اللي مش هتلاقي فلوس تصرف، لكن انا بتكلم النهارده على سمعه مصر. مصر عندها 4 مباريات في شهر 6. مظبوط. هل مصر هي النادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي انبي بس؟ لا طبعا. احنا جايبين مستر برادلي عشان خاطر بنديله ملايين عشان ينقي من ثلاث انديه، والانديه دي حتى ما عندهاش اعداد قوي غير ماتشات حبيه وماتشات بطوله افريقيا لفترات متباعده. يعني انا النهارده لازم يرجع النشاط باي طريقه، حتى لو بطوله تنشيطيه، مش بس هنقول كاس مصر، مش لازم ما تسموش كاس مصر، سميه وتفر اي حاجه تانية، لكن لازم الانديه دي ترجع تلعب حتى لو بدون جمهور، مفيش مشكله، علشان الراجل بتاع منتخب مصر ده يقدر ينتقي لعيبه، يبقى عنده تشويس، عنده اختيارات. لكن كده ما ينفعش. طب ما نعتذر بقى لتصفيات كاس العالم وتصفيات ما ينفعش وخلاص. ما هو كده انت بتقول كده. انا فاهم قصد حضرتك. اشتغل ازاي؟ يعني انا ببص من المنظور ده بقى، انا ببص مصلحه مصر. لا هو عنده العمليه ضيقه قوي طبعا. يعني ما ينفعش حتى لعيبه النادي الاهلي يا محمد. انت بص دي لعيبه النادي الاهلي ولا دي لعيبه نادي الزمالك؟ لا طبعا. مع احترامي طبعا. احنا بنقول ان هم عملوا الشوط الاولاني هايل اللي هناك، لكن احنا بنقول هايل بالنسبه للمستوى اللي قبل كده، لكن هو ده برضه مش مستوى نادي الزمالك. لا احنا بص يا كابتن محسن، احنا كلنا نتمنى ان الكره يقولوا راجعه بكره، بس هي يا كابتن محسن عايزه ايه؟ عايزه ناس اصحاب قرار بقلب جامد تاخد القرار في اتحاد الكوره ويبقى عندها قلب، ما يبقاش عندها كلام وتصريحات ورغي ومش عارف. لا يعني هي العمليه عايزه كده، صدقني يا كابتن محسن. انا قلت لحضرتك ان بناشد الدكتور عماد البنان، يا رب. ما قلتش السبب بتاعه ايه. السبب بتاعه ان المسؤولين عن الامن في مصر قالوا احنا عايزين تزودوا لنا الاستادات دي ببوابات الكترونيه وبكاميرات للتصوير.
تخلص في شهر، عشان لو نوينا خير بالظبط. تخلص في شهر. هو مين المسؤول عن ده؟ ما هو المجلس القومي للرياضه. بالظبط كده، صح. انا بقول لحضرتك يعني احنا لو نوينا خير في شهر هيبقى كل الملاعب دي زي الفل. اول السادات بتاعت القوات المسلحه يبقى سياده المشير. نبتدي نستورد الحاجات دي، نجيبها ونركبها. صح. يبقى هنا الامن النهارده لو حد النهارده ولع شمروخ النهارده ده هيتجاب في دقيقه على طول. هو اللي هيتوقع عليه الغرامه، هو اللي هيدفع ال 5000 مش النادي. لا صح، ده صح. عارف صح. الماتش اللي جاي محدش هيقعد جنب ده، انت مش هترضى لما تخش. لا خلاص، هو لما اللي يتشاف ده ولما يخش السجن خلاص انتهت القصه، خلصت طبعا، خلصت القصه، خلصت. ده صح، ده صح. وانا بقول النهارده، طب انت لغيت النهارده النشاط، لما تيجي ترجع في شهر 8 او شهر 9 انت ما عملتش بروفا، طب انت ضامن اول ماتش يتلعب ما يحصلش فيه مشكله؟ هتلغي ساعتها الموسم اللي جاي كمان؟ ده تبقى كارثتين بقى مش كارثه واحده. يبقى لازم النهارده اعمل بروفا. صح. يبقى اعمل بروفا، وانا متاكد النهارده لو جبت النهارده النادي الاهلي يبقى مسؤول عن تامين مع الامن، ناس منه من الالتراس او واتيفر من اي حته يبقوا موجودين مسؤولين عن الامن معاه، صدقني انا بقول لك ان الماتش وبجمهور مش هيطلع فيه اي مشاكل. يا رب يا كابتن محسن. لان الناس حست بالغلط الكبير اللي حصل او بالفجعه اللي حصلت لنا دي، وهيبتدي يبقى فيه اصلاح، يبتدي نتغير من جوانا. تمام يا كابتن. ندي فرصه لده. كابتن محسن انا بشكرك شكرا انا جزيلا. متشكر ميرسي. شكرا لوقتك يا كابتن محسن، ميرسي لحضرتك، شكرا. ان شاء الله برشلونه هيفوز النهارده. ده يوسف من الوادي الجديد. اسمع عن بقك ربنا يا جو. مصر ذكرت في القرآن 5 مرات، سورة البقرة، سورة يوسف مرتين، سورة يونس، سورة الزخرف مرة. ده فرغالي من القاهرة. ما هو الخلاف اللي بيننا وبين سيادة العميد بيقول 4، احنا قلنا 5، لكن هي هيبقى حوار بيننا وبين بعض ان شاء الله. في واحد بعت رسالة غرامية لحبيبته، بس انا ما بقولش رسائل غرامية. كل منتدى كرة مصرية ربنا يكرمك. شكرا جزيلا استاذ محمود الخولي، المنزلة دهلية، ربنا يكرمك. يا ريس ربنا يكون في عونك، والنهائي مدريد تشيلساوي يا عم، ربنا يكرمنا جميعا. يا نور من سوهاج طهطة، ده كتير قوي، كتير جدا جدا جدا، ربنا يكرمكم. الصقر وقلنا خلاص وراح الزمالك، ولكن الأوروبي ليه؟ وبعد كده لا قدر الله نلاقيه راح الزمالك. جماهير الأهلي تناشد مستر جوزيه بأن يعفو عن غالي إكراما لهم، لأننا مش هنتحمل نشوف نجم النجوم راح للمنافس. ثم لماذا نفرط بسهولة في نجومنا كده؟ ظروف البلد كلها صعبة والأعصاب مش متحملة. العفو عند المقدرة. دي سارة، حلوة يا سارة رسالتك. البقاء لله في والد الشهيد كريم، ده شريف العفيفي من ناهية. ليسي ابتدى مسلسل جوزيه وغالي، يا ترى هيخلصوه بسرعة ولا هيطول زي مسلسلات التلفزيون؟ مشكلتهم انهم ما يعرفوش يجيبوا مش عارف اقرا الباقي. شكرا يا سهام. اقول بس اخر رسالتين بسرعه كده، يعني هاخدهم بسرعه. ليسي ماشي، بتحبني ربنا يكرمك، وبرشلونه هيكسب وهنقابل الريال وهنعلمهم الكره ان شاء الله. ده كريم من هنا. استاذ محمد انا عاوز برشلونه يكسب عشان نغلبه في النهائي، عشان ده عاشق المرنجي. عشان تغلبوا برشلونه في النهائي. ده حماده سيد من اسوان. يا حماده العفو عند المقدره، حماده بلاش افترا. يا ليس الاهلي يعمل ايه في الاعارات اللي رجعت تاني؟ سعيد ابو حفصه ابو المطامير، اكيد في رؤيه لجنه الكره في هذا الموضوع، اكيد هم عارفين القصه كل اهلي. الاهلي هيفضل نادي الابطال والبطولات. ده مصطفى احمد اسامه. معلش اللي ما قريتش رسالته ما يزعلش مني، ده وقت البرنامج انتهى، وباذن رب العالمين نلتقي على خير في حلقه جديده بكره ان شاء الله. السلام عليكم.